الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. أهلا وسهلا بكم مشتركاتي الغاليات، ومرحبا بكم في قناتكم ديلا تيفي وصفة وبقالة. أتمنى تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة وانتم تشوفوا في الفيديو تاع اليوم بإذن الله راح نحضر معكم هاد لاجينواز خصيصا لعشاق الليمون. تجيب جينواز بزاف خفيفة وطرية ومشربة الله وبالديكور كما راكم تشوفوا سامبل. ما نطولش عليكم حبيباتي، نروح الكوزينه ونبدا الوصفه تاع اليوم باذن الله. تفوتوا اولا نحضروا لاجينواز اللي نحتاج فيها 5 بيضات بحراره المطبخ. لازم تكون بحراره المطبخ، الا جبدتيها مباشره في الفريجيدار ما راحش تطلع لك هذيك لاموس. نحتاج الى 7 مغارف تاع الماكله فارينه، كيس خميره كيميائيه، كيس سكر وفانيلا. هنا خلطت الخميره مع فارينه سينو راح ننساها، نعرف روحي. هنا في الباسينه حطيت البيضه، زدت فرغت فوقه كاس سكر. نبدا نخلط مع قرصه ملح اللي ننساها توجور. نبدا نطلع بالباتور. اللي عندها بيترا تقدر تطلع بالبيترا. ونوعيه تاع الباتور تلعب دور بزاف مهمه في باه تنجح لك هاد باه تطلع لك لاموس. قد ما كان الباتور تاعك من نوعيه المليحه وفيه لي فيتاس قويين، قد ما تطلع لك لاموس رابيدمون. هنا نقعد نخلط حتى نتحصل على ونموس تجي متكاتفه، تطلع يدوب لحجم البيضه وتجيب براسك بيضه. كما راكم تشوفوا هنا لاموس بدات تطلع، حتى لا كولور ولات بارده من مصفر ولات كلار. نقعد نخلط حتى تطلع لي لاموس تري بيان. الخطوه الاولى لنجاح لاجينواز هي كي تطلع لاموس. والخطوه الثانيه كي تبداي تضيفي في الفارينه لازم تحافظي على هذيك لاموس ما تهبطيهاش، بس كذا فتهبطيها خلاص تخسر. هنا راني خلطت شويه فانيلا في هذيك الفارينه. نبدا نضيف الفارينه بوسط صفايه. الفارينه لازم تتغربل. نحط كميه نغربلها كما راكم تشوفوا. من بعد نبدا ندخل في هذيك الفارينه داخل لاموس غير بالعقل. اتونسيون تهبط لكم لاموس، الا هبطت خلاص تقدروا تحبسوا ما تكملوش. والطريقه تاع التحرك شوفوا كيفاش راني ندير، بطريقه دائريه ومن التحت لفوق. انا هنا ما حبيتش نسرع لكم لا فيديو اكسبري باه تركزوا مليح مع الطريقه كيفاش تدخلوا الفارينه في هذيك لاموس. نخلط مليحه بالعقل. من بعد نضيف الكميه الثانيه بيسك انا الفارينه قسمتها اون 3. بعد ما زدت الكميه الثانيه تاع فارينه نقعد ندخل فيها في لاموس بنفس الطريقه. بعد ما ضفت كامل الكميه تاعي تاع الفارينه ودخلتها مليح في لاموس، نجيب ان بلاطو اللي مفرشه فيه بابي كويسون ونفرغ فيه هذاك الميلونج. نمشيه مليحه ونسويه. نمشي تري بيان وبالعقل توجور. هنا راني مسرعه لا فيديو باه ما تجيش بزاف طويله. من بعد ندخلو للفرن على درجه 160 درجه، والمده من 8 دقائق حتى 12 دقيقه، كل وحده على حساب الفور تاعها. وكي طيب مليح من التحت نشعلها قسمه تدي تحميره خفيفه من الفوق.
وقسم ما طيب لاجينواز نروح نحضر لا كريم شونتي. هنا حطيت كاس حليب بارد، لازم يكون بارد ماكسيموم، مع كاس بودرة الشونتي، وطلعتهم نقعد نطلع فيهم حتى نتحصل على القوام الجيد تاع لا كريم شونتي. انا كنت نطلع في الباسينه هذه صغيره، من بعد كي طلعت لا كريم شونتي جيناتني رجعتها الباسينه اكبر. شوفوا القوام النهائي كيفاش جا. هنا طابت لاجينواز، جات الله يبارك، بسم الله ما شاء الله. انا نفرح كي نشوفها بهذا الشكل وبهذا ريزولتا المورا اللي طلع لي. هنا نحيتها من الفور ونبدا نديمولي فيها. حطيتها في البلاطو، بديت نتخلص من الورق الطبخ، نحيته فاسيلمون، والنتيجه تاع جينواز فرحتني بزاف. نخلي الجينواز الاولى اكوتي ونروح نطيب الثانيه، بما انه بنفس المراحل وبنفس المقادير ما حطيتهاش في لا فيديو. بعد ما طيبت لاجينواز الاولى والثانيه بنفس الطريقه تاع الاولى، نجي دوكا للمونتاج. هنا حكمت لاجينواز الاولى او لاكوش الاولى نشربها مليح مليح بالحليب. انا ما نحبش نشرب العسيله، نفضل نشرب الحليب كما نقولوا، نعاود باه تجي الحلاوه معتدله شويه. انا نحب نشرب لاجينواز تري بيان. دات لي هنا كل لاكوش دات لي تقريبا كاس حليب، نشربها تري بيان. من بعد ندير لها الكوش تاع لا كريم شونتي. وهنا لا كريم شونتي اللي تحب ديرها ككوش عاليه دير كوش عاليه، اللي ما تحبش بزاف لا كريم شونتي دير كوش خفيفه. كيما انا هنا تلمخدمت بزاف بليزيور جينواز في هاد لا جورني، تما خفت ما تكفينيش لا بودر شونتي، درت هكا طبقه خفيفه برك. نيطالي بيا لا كريم شونتي، من بعد نجيب الطبقه الثانيه ونحطها من الفوق. شوفوا لا جينواز شحال شابه وشحال هايله. نحطها من الفوق ونعدلها مليح ونبدا نشربها هي ثاني، نشربها تري بيان. بعد ما شربت لاكوش دوزيام نجي دوكا ايطالي كامل لا جينواز تاعي بلا كريم شونتي، ايطاليها كامل على الوجه وعلى لي كوتي. من بعد نروح للتزيين. بعد ما ايطاليتها كامل بلا كريم شونتي نجي دوكا التزيين. هنا الحواف او لي كوتي زينتهم بشويه كاوكاو مرحي ومحمص. من بعد ندير هكا دي روزاس بلا كريم شونتي. هو التزيين بسيط. ندير هادوك الوردات كامل ساير داير. من بعد نجيب لا كريم سيترون، رانا حطيتها لكم ديجا في اليوتيوب في القناه. نحطها كامل في هذاك ليسباس، نمشيها كامل بسباتولا ومامتو نعدلها. كي نمشيها كامل نجيب كوبات باه نعدلها مليح مليح. من جهه اخرى راني موجده الشوكولا اللي نخدم بها بزاف، رانا حطيتها لكم ديجا في القناه، اللي هي كيلة سكر مع كيلة زيت كيلة حليب وكيلة كاكاو، ميكسيهم تري بيان بالميكسور. حطيت هذيك الشوكولا في هاد الاداه وخدمت هادو لي تري.
من بعد مشيتهم ما كانش عندي كوردو، واستعملت مغرف تاع قهوه. درت تزيين بسيط كما قلت لكم، مي والله غير فرحت بهم بزاف مولاتهم. ها بليزيور موديل ان شاء الله راح نحط لكم لي فيديو واحد موفوه. فرحت بهم بزاف بيسك هي كانت طالبه مني ديكور بالك سامبل على هذا، وانا قلت والله غير نفرحها، خدمت لها ديكور وكتبت لها اسم تاع بنتها من الفوق. فرحت بهم بزاف، وحقيقه كشت الفرحه تاعها صدقوني غير التعب اللي كان فيا راح. ومن هذا المنبر نحيي كامل جيراني ونقول لهم نحبكم بزاف. هذا هو شكل نهائي تاع لاطارت تاع اليوم، ان شاء الله تعجبكم وتجربوها، واكيد بنا مضمونه. وبما انه الوصفه تاع اليوم كملناها وان شاء الله تعجبكم، ما نطولش عليكم وروحوا نشوفوا فالكم واش راه يقول ايا عقدوا ونووا. بسم الله بديت واهلا بصليت وعليكم. هذا البقال نويت، هبط الجنان والقيد الملاح رقود، تنفست الدالية وتنهد العنقود، نجوم تقول نكشف والقمر يقول ذنوب، خلي الحال على حاله وكل شي بالمكتوب. بهذا البقال لحقنا لفت على فيديو، نخليكم في امان الله، ومن لا فيديو المجال نقول لكم تهلاو في روحتكم وبزاف في صحتكم، وسلام.